يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، وذلك بعد التعادل السلبي بدون أهداف مع غزل المحلة في الجولة الرابعة من المسابقة. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع نادي بيراميدز في منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري يوم السبت المقبل 30 أغسطس في 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وقطر 10 بتوقيت الإمارات، على استاد السلام. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وخسر بيراميدز من مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي القادمة. ويتواجد النادي الأهلي في المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة برصيد 5 نقاط بعد خوضه 3 مباريات بنفس عدد نقاط نادي بيراميدز صاحب المركز الثامن بعد خوضه 4 مباريات. وستتوقف بطولة الدوري المصري بعد مباراة النادي الأهلي القادمة بسبب فترة التوقف الدولي لمواصلة منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم. وسيستأنف النادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري بعد فترة التوقف بمواجهة إنبي في منافسات الجولة السادسة يوم الأحد 14 سبتمبر. وسيغيب محمد الشيبي عن مباراة النادي الأهلي وبيراميدز القادمة بعد طرده في مباراة مودرن سبورت بعد حصوله على إنذارين. ويسعى النادي الأهلي للعودة لسكة الانتصارات والفوز في المباراة القادمة وحصد ال3 نقاط للاقتراب من صدارة المسابقة واستعادة الثقة قبل فترة التوقف الدولي القادمة.